مساء النور يا بنات، كيف قيالين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وكنلقاكم هاد الفيديو في اتم الصحه والعافيه. شوفوا دابا الليل، شوفوا لي على روينه، وغدا ان شاء الله بحول الله الضياف غادي يوصلوا. فانا وريتكم هاد الروينه اللي عندي، ان شاء الله هاد البيت هذا ولا هاد الصاله هي اللي بقات لي غادي نلمطها كيف ما وريت لكم. في هذا الصباح هذا صبحت ليها على الصباح، قلت ان شاء الله قبل ما غادي نفطر تنساليها هي الاولى، ما حدهم ولادي ناعسين وباش غير نفطر البنات. نتوما عارفين الضياف اليوم ان شاء الله غادي يوصلوا، غادي يجيو عند الام ديالي هي الاولى. غير نفطر تكون الدار ديالي نقيه مجموعه، يكونوا فاقوا ولادي، غير نبدل لهم نفطروا ونشبروا الطريق ان شاء الله عند الوالده ديالي. ايوا دابا عاد نقدر نقول الحمد لله تهنيت ساليت كلشي في بلاصتو، كلشي نقي. دابا عاد غادي نبدا الصباح ديالي ضروري بالاذكار، ضروري بالروتين الصباحي ديالي كيف العاده هو هذا. كنخلي ولادي ناعسين وكنوض نعمل الشغل ديالي ونعمل الاذكار ضروري. كيف ما شفتوا البنات هنا هاد الشارج بصراحه نافعني وبزاف، ما نكذبش عليكم. مع هاد الحراره ولادي صغارين كنعجز نطلع للسطح ونغفل عليهم. كيف ما شفتوا صبنت الفواط كاملين، صبت هكذا الملايات الصغارين كاملين صبنتهم، اي حاجه تخطر لكم على بالكم صبنتها، كلشي عندي نقي الحمد لله. وانا الحمد لله من داك النوع اللي كنفرح ملي كيجي عندي شي واحد، وكنفرح ملي كنكون ماشيه ضيفه عند شي واحد. كتعجبني داك اللمه، كيعجبني داك الانس، كيعجبني داك المهم الانسان يمشي عند بعضياتو بالقلب صافي. الحمد لله ملي كيكون ماشي عندي شي واحد ما كنقولش لا علاش ما جي، اولا انا كذلك ملي كنكون ماشي عند شي واحد حتى هو كيفرح بيا وكيستقبلني. فهكذا الانسان خصو يكون مع بعضياتو. بحق للاسف من مور كورونا البنات صراحه هادشي هذا تفقد بصفه نهائيه. الله يسمح لنا البنات والله يرد بينا، هذا ما نقولوا. شفتوا البنات بديت بالصاله هي الاولى، جمعت الحوايج اللي كانوا عندي مصبنين طويتهم ورجعت كل حاجه في بلاصتها. فوطات دخلتهم للحمام، اي حاجه دخلتها لبلاصتها. وبقى لي هذا السيجور هذا حتى فطرنا البنات، عاد جمعته هو اخر حاجه باش كيبقى لي مجموع، حيت هنا كنجلسوا نتفرجوا كيجلسوا ولادي كياكلوا، نتوما عارفين كيفاش كيرجع بلا ما نقول لكم. خليته هو اخر حاجه باش ان شاء الله دابا غادي نمشي عند الوالده ديالي ونتغدى معاهم ونخرجوا ان شاء الله، وفي الليل غادي يجيو معايا الضياف. والبنات دابا جات الساعه ديال الغدا، كيف ما شفتوا الضياف ديالنا وصلوا قبايله وجلسنا وشبعنا كلاس وتهاودنا شويه. ودابا جات الساعه ديال الغدا، قلت نشارك معكم شنو وجدنا الغدا. كيف ما كتشوفوا هادو الشلاضه وشويه ديال الزيتون وشويه ديال الزعلوك. صراحه جا بنين هادشي البنات، ما نعاود لكم شي المذاق اللي جا فيهم، عطا الله الصحه للام ديالي هي اللي طيباتو. وضيافنا ماشي برانيين، مرحبا بهم والف مرحبا. داك الشيء اللي كاين في الدار هو اللي وجدناه، ما كلفنا على راسنا والو. ايوا هنا كيف ما كتشوفوا ولدي حتى هو فرحان كيعاوننا كيدي معنا للطابله. والحمد لله الغدا ديالنا وجد في الوقت البنات. وكيف ما شفتوا عملنا اللحم ديال البقري، شويه ديال الفريت، شويه ديال الزيتون، شويه ديال الزعلوك، شويه ديال الشلاضه، والله يخلف لا يجعل البركه. وضيافنا اختي قبلوا علينا ونهار كبير هذا اللي زارونا، ومرحبا بهم والف مرحبا. وان شاء الله ما تكونش هذه الاولى ولا الاخرى. والبنات دابا نخليوكم نمشيو ننزلوا الغدا ونجلسوا شويه مع الضياف نتغداو اللي قسم الله ونرتاحوا شويه. وداك الساعه ان شاء الله بحول الله اي حاجه صورتها غادي نشاركها معاكم. البنات جبرتونا من بعد ما تغدينا، ارتحنا شويه، ارتاحوا الضياف ديالنا. ودابا خرجنا نضربوا شي دويره ان شاء الله، ما نبقاوش غير في الدار. نتوما عارفين الدار الحراره تبارك الله بالنهار كتكون شميشه وكتكون الحراره بزاف مجهده، فضروري قلنا ان شاء الله يبرد الجو غادي نخرجوا بالعشيه نتمشاو شويه هكذا حدا بلايا. وهنا بنات دخلنا لواحد المعشبه ديال زاكوره. اذا كنتو في طنجه راه هذه جات في النجمه بالضبط، طلعه ديال ساحه الامم. اول مره الصراحه غادي ندخل لها، دائما كنشوفها عمري دخلت ليله. وصراحه عندهم الحوايج مزيونين بزاف، عندهم شي حوايج اللي غادي تحتاجهم صراحه الله. اي والله اي حاجه قلبتي عليها غادي تلقاها عندهم موجوده. ايوا نتوما عارفين الناس ديال اوروبا ضروري كيجيو كيحماقوا على هذا الشيء هذا. ومع الضيفه ديالنا موصينها صحابات كوير على شلا حاجات ديال المغاربه بحال العكار الفاسي، بحال الزعفران شعره. ايوا دخلت معاه باش نوريها شنو كاين، وكنقرا لها العربي حيت هي ما كتعرفش العربيه، ودات اللي خصها تسخرت اي حاجه بغاتها. والصراحه بنات الاثمنه مناسبه، وحتى انا تسخرت اختي ديت شي حاجه اللي كنت محتاجاها. ما كنتش كنلقاها في معشبه الصغارين، ولكن هذه حيت كبيره ما شاء الله راه فيها كل شيء، اي حاجه طاحت على البال غادي تلقاوها تما موجوده.
بنات حتى نتوما خرجتكم معايا ما نسيتكمش تقولوا كنساكم، نخرجكم خصي تفوجوا شويه وتشوفوا بعيناكم، ما تبقاوش غير في الدار والشغل والتماره. شوفوا تبارك الله طنجه كيف عمرها هذا العام ما شاء الله البنات. ونتمنى الله يكون عجبكم هذا الفيديو، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكيف العاده ما تنساونيش يا حبيباتي باللايكات ديالكم والكومنتيرات. واذا كنتي اول مره كتشوفوا القناه ما تنساش تدخل تشترك باش دائما يوصلوك الفيديوهات ديالي، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم. تبعانا يا قولوا ياك ربي اللي عطانا، والمحسادة تبعانا ياك ربي اللي عطاني، والمحسادة تبعاني ياك ربي اللي عطانا، والمحسادة تبعانا ياك ربي